أم إم. إيه الفرق ما بينهم؟ طيب، هل شون هي است فراو نورة. أهلا بيكم في قناتي، أنا فراو نورة، والنهاردة هنتعلم مع بعض إيه الفرق ما بين حروف الجر أم إم أم، وإمتى أستخدم كل واحدة ما فيهم. طيب يلا بينا نبتدي بأول حرف عندنا وهو أم. طيب خلينا متفقين إنه بينطق أم، وهو عبارة عن اختصار لكلمة أن، حرف جر أن بلس دم. طيب ما تحاولش تشغل نفسك دلوقتي، هي أن بلس دم عبارة عن إيه. لما إن شاء الله تخلص اللغة، يعني كل ما بتقدم في المستوى هتبتدي تفهم إيه الحاجات دي. كل اللي عليك تعرفه بس إن أم بتستخدم إمتى، هو ده هدف الفيديو النهارده، انك تعرف امتى تستخدمها. والله انا بستخدم ام لما بعوز اتكلم عن الفوخن تاجه، عن ايام الاسبوع، او تاج سايتن، فترات اليوم، صباحا مساء وهكذا. طيب تعالوا ناخد امثله. zum Beispiel am Morgen mache ich viel Sport. صباحا بعمل رياضه كتير. أم ليه؟ علشان morgen فترة صباحا. Ich gehe am Donnerstag nach mein Oma. أنا بروح لجدتي يوم الخميس. am Donnerstag مع يوم من أيام الأسبوع اللي هو الخميس. Ich habe am Mittwoch meinen Unterricht. أنا عندي حصة. Unterricht يعني حصة يوم الأربع. أنا حصتي يوم الأربع. Ich habe am Mittwoch. زي ما أنت شايف كده am بتيجي مع أيام الأسبوع. يبقى أنا إمتى هستخدم am؟ في حالتين بس. لو هتكلم عن بعديها هيجي يوم من أيام الأسبوع am Montag am Dienstag، أو فترة من فترات اليوم am Morgen am Nachmittag am Vormittag am Mittag am Abend وهكذا. طيب ونعرف دلوقتي امتى استخدم ام. بستخدم ام مع الشهور وفصول السنة. مع الشهور وفصول السنة، فصول السنة والشهور بتيجي دايما مع ام. تمام. طب ام دي اختصار لايه؟ لحرف الجر ان بلس دم، فبيختصاره بيبقى ام، الكويتنج بتاعه ام. طيب المهم نيجي هنا المثل ich gehe im Oktober nach Deutschland. يعني أنا هروح في الشهر إيه؟ 10. ادي الشهر اهو. الشهر جه معاه إيه؟ إم. ملاقيش حد بيقول لي أم، غلط. im Oktober nach Deutschland. تمام. im Sommer في الصيف gehe ich nach Österreich. هذهب أنا إلى النمسا. Im Sommer gehe ich nach Österreich. سوف أذهب إلى النمسا. فزي ما انت شايف كده ان ام بتيجي مع فصول السنة. طيب Lisa kommt im Winter. برضو Winter هنا فصل من فصول السنة. ليزا هتيجي منين؟ aus Ägypten، من مصر في الشتاء. ليزا هتيجي في الشتاء من مصر. طيب يبقى نقدر نقول ام امتى بستخدمها؟ مع ايه ومع ايه؟ مع ايام الاسبوع وفترات اليوم. امر ام بستخدمها امتى؟ مع الشهور وفصول السنة. برافو. نيجي لاخر واحدة بقى. امر بستخدمها امتى؟ مع القوة، مع الساعة. مع الساعة. طيب خلينا ناخد مثل. zum Beispiel Es ist um 7 Uhr. Es ist um 7 Uhr. الساعة 7. Ich gehe um 13 Uhr zu der Arbeit. أنا سوف أذهب إلى العمل الساعة 1. Passt mit dir um 4 Uhr. مناسبك الساعة 4. لو أنا معوز أسأل حد أقوله مناسبك الساعة كذا يعني، فبقوله passt mit dir um 4 Uhr. ممكن تستخدموها على فكرة في الكلام، مفيدة جدا. passt mit dir um كذا Uhr. فيبقى كده احنا عرفنا امتى؟ مع الساعة. امتى؟ فاكرين؟ مع ايام الاسبوع وكمان وفترات اليوم. امر امتى؟ مع فصول السنة والشهور. برافو. طيب وهنا übung يعني تمرين. دي übung يعني تمرين. benutzen Sie يعني استخدم حضرتك. عندك im
شوف بقى انت هتستخدم ولا ولا طيب خلينا نقرأ الأسئلة مع بعض ونبتدي ان احنا نقعد نحلها. السؤال الأول بيقول لي Ich lerne Abend. طيب Abend أول حاجة بفكر فيها، احنا عندنا كام حاجة؟ احنا عندنا 5 حاجات، 5 حاجات هفكر فيها. هل هو ساعة؟ لا ده مش وقت. طيب هل هو يوم في أيام الأسبوع؟ لا. طيب هل هو فترة زمنية؟ نكمل. طيب هل هو فصل من فصول السنة؟ لا. هل هو شهر؟ برضو لا. يبقى هو ايه؟ فترة. طب والفترات بيجي معاها ايه؟ برافو. طيب رقم 2 ich treffe. treffen يعني يقابل. meine Freunde هقابل أصدقائي Nachmittag بعد الظهر. لسه قايلها من شوية. حاول تفكر، هحاول اديك وقت انك تقعد تفكر، تقول لي هتحط ولا ولا بالراحة خالص. برافو، هحط Ich treffe meine Freunde am Nachmittag. هقابل أصدقائي بعد الظهر. Ich gehe Samstag 13 Uhr zur Arbeit. سوف أذهب يوم السبت، أيام أسبوع بيجي معاها ساعة 13 Uhr zur Arbeit. طيب رقم 4 Nummer 4 Ich sehe einen Film Nacht. طبعا الحتة دي تريكي وملاش إجابة هنا، لو كنت أقصله أحطها بس أنا حطيتهاش. in der Nacht. Ich sehe einen Film in der Nacht. ودوا استثناء، يعني ده كده رقم 4 دي استثناء. هنشوف كده لو نعرف ان احنا نعمل لها ماركيرن كده عشان هي فعلا مختلفة. خلاص كده. Ich sehe einen Film in der Nacht. Nacht قلت ان هي استثناء، احنا قلنا كل اللي احنا اخدناه. خلي بالك لو انت مش فاهم، مش عارف ايه زامستاج وايه نخمتاج وابنت، انا دلوقتي بترجم، بس انت فعلا لو مش عارف فصول السنه، الشهور، الحاجات دي، ففي فيديو بالظبط قبل الفيديو ده بالظبط نازل، محتاج ان انت تشوفه قبل ما تسمع درس القواعد ده. اعتقد انه هيساعدك كتير قوي انك تفهم القاعده، وهيكون الموضوع اسهل لك بكتير. وفي الفيديو ده وانا شرحت وقلت ان كل ايام الاسبوع، فصول السنه، الشهور، كل الحاجات دي مذكر ما عدا in der Nacht هي مؤنث. تمام. طيب ich habe eine Vorlesung Sonntag. Vorlesung يعني محاضرة. ich habe eine Vorlesung هيبقى ايه؟ am Sonntag. طيب ich fahre ننزل كده بس شوية. ich fahre Mittwoch. ich fahre am Mittwoch. طيب ich bin Jahre 1996 geboren. Ich bin im Jahr 1996 geboren، يعني أنا اتولدت سنة 1996. طيب im Jahr. طيب ich bin November nach Deutschland zu fliegen، يعني أنا هسافر في شهر 11 لألمانيا. آخر 3 أنا هقرأهم لك، ولكن أنت اللي هتحلهم لوحدك، أنا مش هساعدك فيهم. محتاجة أن أنا أشوف هل أنت فهمت الدرس ده ولا لأ، فعشان كده من فضلك اكتب لي في الكومنت هل أنت فهمت الدرس ولا لأ، حابب أمثلة أكتر ولا لأ، والإجابات بتاعت آخر 3 أسئلة عشان صححها لك. بتمنى لك التوفيق في الألماني، ولا أنا لسه مخلصتش، فاضل لي إن أنا أقرأ لك آخر سؤالين. السؤال ده هقرأه تاني. Ich bin November nach Deutschland zu fliegen. Ich habe einen Termin. أنا عندي ميعاد. ترمين يعني ميعاد، ترمين. 5 Uhr الساعة 5. مع الساعة بنحط ايه؟ رقم 10 Nummer 10. Sommer mache ich Urlaub. Sommer في الصيف بعمل
انا عطلة، باخد عطلة يعني، ما خيش urlaub. urlaub يعني عطلة، urlaub. طيب شوف بقى انت هتحط im على حسب اللي انت ذاكرته وفهمته. اقدر اقول لكم دلوقتي تشوسون بس بالت، اشوفكم فيديو قريبا.